واحدة بعتلنا مشكلتها، بتقول أنا عايزة حل ضروري جدا. بتقول إن هي عرفت جوزها عن قصة حب، لكن ما كانتش قصة طويلة قوي. كانوا لسه مش عارفين طباع بعض وشخصية بعض. المهم اتخطبوا واتجوزوا على طول. أول 5 شهور كانت حياتهم ماشية كويسة جدا، وبعد كده بعد ال5 شهور ابتدى جوزها لما يلاقيها مريحة على السرير أو قاعدة شوية كان يقول لها حبيتي قوي الانتخه مريحه معاكي جامد. يا بنتي انت مش خريجه كليه ايه؟ يعني انت معاكي شهاده حلوه قوي، يعني ممكن تشتغلي ويبقى معاكي فلوس. يا عبيطه انزلي اشتغلي وبتاع. وبتقول ان هو كان دايما بيزقها للامام ومش عايز يحبطها خالص، وهي كانت شايفه ان دي ميزه. بس لما ابتدت تروح حماتها قعدت تقول لها انت ما بتشتغليش ليه؟ انت مش شايفه بنت خالك نزلت اشتغلت الشغلانه الفلانيه وبتقبض كذا ومستواهم المادي كويس، وبنت عمته برضك عماله دايما تلعب في دماغها ان هي قاعده في البيت لا شغله ولا مشغله. والموضوع ده كان مضايقها جدا. مع الوقت ابتدت تلاحظ ان جوزها ابتدى يزن عليها، انتي مشغله التكييف ليه؟ وطيه شويه، اقفليه، الكهرباء، ايه الانوار دي كلها، وايه التلفزيون اللي ليل نهار شغال؟ هو انتي مش خايفه على فلوسي يا بنتي؟ حرام عليكي، هو انا بجيبها من الشارع؟ هي بتقول انا جوزي مش بخيل خالص بس حريص على الفلوس، وكان دايما بيحب يحوش مبلغ من مرتبه علشان نفسه يفتح مشروع لنفسه. فمع الوقت ابتدى يضغط عليا ان انا انزل اعمل انترفيو في شركات واشتغل، ودايما كان يقول لي انا ما بحبش الست اللي قاعده في البيت. وفعلا رحت عملت انترفيو هنا وهنا وهنا وسبت سدهاتي في كل حته، لحد ما في يوم من الايام ربنا كرمني واشتغلت. المرتب كان حلو ومش وحش، وكانت كل حاجه تمام وفرح بيا وقتها. في الفتره دي انا كنت حملت وخلفت اول بنت ليا، وكنت بشتغل. وقتها ما بقتش عارفه اسيب بنتي فين، فاضطريت ان اسيبها مع حماتي. وحماتي طبعا كانت مرحبه جدا وقالت لي هاتي البنت انا اشيلها، لان حماتي اصلا كان نفسها ان انا انزل اشتغل. مع الوقت ابتدى جوزي واحده واحده يشيل ايده من المصاريف، واحده واحده يشيل ايده من الحاجات اللي انا بطلبها. اطلب منه مثلا ميك اب معين انا بحبه يقول لي لا ده غالي عليا هات التاني ارخص. اطلب منه برفيوم يجيب لي حاجه ارخص. اطلب منه طقم من محل معين يقول لي لا غالي جدا هاتي من حته تانيه. كل شويه يقول لي دي امكانياتي ودي ظروفي. طب ايه، انا برضك مراتك ومن حقي انك تصرف عليا، وعارفه ان جوزي معاه فلوس كويسه وبيحوش لنفسه. ثم انت ما تجيش تبخل عليا في البيت وتشيل لنفسك فلوس بره. عدى الوقت بالطريقه دي وانا بقيت بستسهل واخد من مرتبي اجيب اللي انا عايزاه، يديني اللي يديهوني وانا اكمل اجيب اللي انا عايزاه، لحد ما في يوم من الايام ابتدى واحده واحده يخليني ادفع فواتير البيت. واحده واحده انا اللي بقيت ادفع فلوس الدليفري، عشان بحكم ان انا بشتغل وان انا مقصره وان انا بطلب اكل جاهز. عايزه تطبخي انت اطبخي، عايزه تجيبي من بره ادفعي انت. الموضوع ده كان مضايقني جدا. طب ما انا برضو بتعب وبشقى زيك، ومن حقي اشيل فلوس لنفسي زي ما انت بتشيل فلوس لنفسك ومش كله اصرفه. وقتها حسيت ان جوزي اتغير قوي بعد ما اشتغلت، وما بقاش يعني يعاملني كأنثى زي ما كان بيعاملني زمان. في يوم من الايام اضطريت ان انا عايزه انزل بنتي حضانه، لا امه كانت مستحملاها ولا امي نفس الكلام، فقررت ان انا انزلها حضانه. فلما جيت اقول له على الحضانه فقال لي تمام قوي ادفعي بقى انت الفلوس علشان انت عارفه ظروفي يا دوبك ممشيها. قلت له وانا ادفع كمان فلوس الحضانه؟ انا مش هينفع ادفعها، ده مبلغ كبير جدا. وقتها قال لي ايه المشكله؟ مش انت مش لاقيه وقت تفرغيه لنفسك علشان تقعدي ببنتك وبتشتغلي؟ يا بنتي تدفعي الفلوس، ده الطبيعي وده المنطقي. لكن انا مش هدفع الفلوس وبنت لسه ما جابتش سن الدراسه اصلا. مش مشكلتي، الحضانه رفاهيات. قلت له انا بشتغل وعايزه اكون نفسي وعايزه احقق نفسي زيك، وانت اللي زمان جيت قلت لي ان انت بتحب الست اللي بتشتغل، ليه بتلوم عليا وبتضغط عليا؟ المهم بعد نقاش طويل انا اللي دفعت الحضانه لبنتي، وانا اللي بقيت اصحى الساعه 5 الصبح اودي بنتي الحضانه، وبعدين اطلع على الشغل، وجوزي بينزل من البيت على الشغل. انا اللي بقيت شايله المسؤوليه كلها. ولما احتاج من جوزي فلوس عشان اجيب حاجه او اي حاجه نفسي فيها يقول لي مفيش فلوس، هاتي من معاكي. اجيب الاكل من معايا، اجيب كل حاجه من معايا، لحد ما في مره جه عيد ميلاده وكنت فرحانه جدا وحبيت ان اعمل له حاجه مختلفه. رحت جبت له هديه قيمه وجبت له تورتايه كبيره
ورحت حجزت في كافيه وسبت بنتي عند مامتي لاني كنت عامله له المفاجاه دي وانا متفقه مع ماما. وقتها فرح قوي واتبسط. لما جه عيد ميلادي بقى في اليوم ده رحت وديت بنتي لماما، وقتها قلت لها يا ماما اكيد جوزي مجهز لي مفاجاه حلوه، خلي البنت عندك عشان يبقى البيت رومانسي والقعده رومانسيه والكلام ده كله. وفعلا انا كنت مستنيه في البيت ومنتظره المفاجاه. واول ما جه ابتديت اظبط شعري والميك اب وقلت لازم ابقى جميله في اليوم ده. واول ما قابلته بابتسامه لطيفه وخدت في حضني ومستنيه بقى هديه لطيفه، ولا لقيت معاه حاجه ابص على ايده ولا الاقي فيها بوكس متغلف ولا اي حاجه. قلت اكيد مخباه في اي حته، انا هستنى على رزقي. دخل من باب الشقة ولا قال لي ايه القمر ولا قال لي اي حاجة. دخل الحمام كالعادة، خد الشاور وخرج من الحمام، قعد على الكنبة ماسك الموبايل وبيقول لي هو فين الاكل؟ قلت له اكل؟ انا اسفة يا حبيبي ما طبختش النهاردة، خلاص احنا ممكن نطلب دليفري، شوف هتاكل ايه. وقلت مش هبوظ اللحظة، اكيد عامل لي مفاجأة. وفضلت مستنية من هنا لهنا وقال لي احنا هنطلب دليفري تاني. يا بنتي الفلوس يا بنتي انا بتعب فيها، يا بنتي شايفاني قاعد على تل ما يختل، حرام عليك يا شيخ انا مش دافع فلوس الدليفري. ما طبختيش ليه النهارده؟ ما الاكل مغرق الدنيا جوه. قلت له خلاص انا هدفع الفلوس يا حبيبي، مش عاوزين نبوظ اللحظه، والبنت عند ماما النهارده وانا قاعده معاك لوحدي. فوقتها طلبنا الاكل من بره والاكل جه. المهم دفعت فلوس الدليفري والاكل جه ودفعت الفلوس واكل ونام. ولقيته خد له نص ساعه كده على الكنبه وانا قاعده ايه، اما لو لنفسي هي شكلها لا فيها هديه ولا فيها حاجه ولا فيها مفاجاه، شكلي كده اصلا هودي عيد ميلادي لوحدي النهارده، شكله ما جابليش حاجه في عيد ميلادي النهارده. وبعدين قلت انا مش هنكد عليه، انا هديله فرصه لحد ما يصحى من النوم وبعد كده يطلع الهديه ويديهاني، بلاش اعكنن عليه. لحد ما لقيته صحى من النوم وقعد عادي جدا. قلت له حبيبي هو انت مش فاكر حاجه؟ قال لي لا مش فاكر حاجه. قلت له ايه يا عم عيد ميلادي النهارده؟ قال لي يا لهوي كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، وقام بايسني من خدي ومن راسي وطبطب عليا كاني واحد صاحبه، وراح قايم وداخل اوضته. قلت بس هيجيب لي الهديه. ببص في الهديه الاقي شوكولاتايه يمكن ب20 جنيه وسلسله فضه وبيقول لي كل سنه وانت طيبه. وقت انا شفت المنظر اتصدمت واخدت منه الهديه وقلت له شكرا يا حبيبي كتر خيرك بجد عجبتك دي فضه على فكره فضه. قلت له يا حبيبي شكرا جميل، في حين ان انا في عيد ميلاده جايبه له حاجات معديه ال5000 جنيه، وهو جايب لي سلسله فضه وشوكولاتايه ب20 جنيه. هو ده مقامي؟ انا من ساعتها علمت عليه، قلت قسما بالله ما هصرف عليك جنيه بعد كده، انت بخيل ولا ايه؟ انا هوريك هعمل ايه. كل ما اطلب حاجه اصر ان هو اللي يدفعها وانا ماليش دعوه، انت جوزي وليك تصرف عليا وحوارات ومشاكل، ما تدفعي من مرتبك انت معاكي فلوس لكن ما فيش فايده. جوزي في يوم من الايام حصل له ظرف قوي جدا، للاسف جوزي حصل له مشكله في الشغل واتخانق مع صاحبه وساب الشغل وقعد في البيت. وقتها انا ما بقيتش عارفه اعمل ايه، بقيت جدا متضايقه من قعدته معايا وحاولت ان انا اساعده واشيله اكتر من مره لكن مش قادره انسى الموقف اللي عملها معايا. قلت له طب ما تطلع من الفلوس اللي انت محوشها. ابتدى يطلع من الفلوس ويصرف على البيت، لكن طبعا الصرف بقى باحكام اكتر من الاول. واحده ابتدى يقول لي الفلوس هتخلص مني، اصرفي معايا ما انت بتشتغلي ايه المشكله؟ انا ما كنتش متوقع منك الطريقه اللي انت بتعمليها دي، لدرجه ان هو كان بيجي ياخد مصروفه مني انا، اوقات اقول له معيش واوقات ادي له حاجه بسيطه واقول له هو ده اللي عندي، مش عاجبك خد من فلوسك. وقتها جه قال لي انت بتعمليني معامله وحشه، انت بتعملي معايا كده ليه؟ انت عارفه ان ده ظرف انا واقع فيه علشان تعمليني بالطريقه دي. وقتها انا فضت لي وما ركزتش معاه وقلت له هو ده اللي عندي، انا اصلا مش مجبره، خلاص انا ممكن اكتر حاجه اعملها اروح اقعد عند اهلي لحد ما تشوف شغلك، انا مش حابه الطريقه دي برضك. انا يا جماعه ما قصرتش معاه في حاجه من وجهه نظري، لكن انا كنت متعمده ان انا اعامله بنفس الطريقه اللي كان بيعملها لي، لدرجه ان انا في مره رجعت من الشغل لقيته ممدد وفتح التكييف. قلت له ايه ده اطفي التكييف ده، انا اللي بدفع الفاتوره وانا اللي بدفع الغاز والكهرباء، يبقى تطفي الكلام ده كله. وبعدين بقول لك انا رايحه الشغل دلوقتي، انا مجهزه البانيه جوه ومتبلاه ومجهزه السلطه
السلطه يا دوب تبلها واسلق المكرونه واطبخهم قبل ما ارجع من الشغل. وقتها لقيته بيقول لي هو انا الراجل ولا انت الراجل؟ انت فاكراني ست ولا ايه؟ ولا حتى بنتي راضي يصحى يوديها الحضانه، وانا اللي بصحى اوديها مع الرغم ان هو قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله. هي بعتلنا وبتقول انا حرفيا بفكر اتطلق منه لان هو ولا شغله ولا مشغله، ده غير ان انا اللي شايله البيت كله، ده غير اصلا ان انا حاسه ان انا الراجل والست وشايله كل حاجه، مش محتاجاه في حاجه يا جماعه. انا شخصيه مرتبه احسن منه 1000 مره، وانا اللي بقوم ببنتي وانا اللي بدفع كل حاجه، واوقات كتير بجيب اكل من بره. يعني اصلا جوزي ده ملوش لازمه في حياتي، ده حتى علاقتنا مع بعض كراجل وست بقت منعدمه، بقينا زي الاخوات. هي بقت تقول انا مش عارفه اعمل ايه، قولوا لي اتطلق ولا اكمل معاه في الوضع ده، مع ان علاقتنا تقريبا وصلت في حته تانيه. طيب يا جماعه، دي كانت المشكله اللي معانا النهارده. ما تنسوش تسيبوا لها رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط اللايك بتاعك الجميل. اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. واشوفكم على خير في حكايه جديده وقصه جديده في قصص وحكايات ورده احمد ان شاء الله.